السلام عليكم، مرحبا بكم معايا في فيديو جديد على القناة. كنتمنى الفيديو اليوم يعجبكم. بليز دعموني بالشير ولايك وسبسكرايب وشاركوا الفيديو مع صحاباتكم. سلام بنات، لاباس عليكم؟ احوالكم طيبه؟ اليوم البنات جبت لكم حلوه اقتصاديه ديال دوازاتي سهله، ما فيها حتى شي حاجه كثيره. هادو هلاليات البنات ديال الكاوكاو، حلوه الكاوكاو او هلاليات الكاوكاو. بالنسبه للمقادير البنات، عندي 400 حتى ل 450 غرام ديال الطحين على حسب كي كيتشرب. عندي هذا اللي نوريكم، هذا الكاوكاو البنات محمر ومهرمش. عندي 300 غرام ديال الكاوكاو. عندي 200 غرام ديال الزنجلان، حتى هو صهدته شويه وغير هرمشته. عندي البنات 250 غرام ديال السكر سنيده، بغيتي تنقصي تزيدي على حسب الحلاوه، ولكن هذه الحلاوه ديالها جات زوينه. عندي 200 غرام ديال الزبده بدرجه حراره المطبخ، وعندي 170 ملي ديال الزيت، وعندي خماره، وبطبيعه الحال سكر كلاصي للتزيين. هنا غادي ندوزو الطريقه يا البنات. عندي في قصريه ولا بول، المهم تستعملي اللي بغيتي. غادي نديرو البنات الزبده وغادي نخدموها مع السكر مزيان. شتي ملي كتكون الزبده بحراره المطبخ كتجي سهله انها تخدم. غنخدمو الزبده مع السكر حتى يدخل فيها مزيان. هو البنات يا البنات على هاد الحلوه اختي ما كتخطاني غزاله، هشيشه 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 وكتذوب في الفم، والله العظيم كتذوب في الفم ومذاقها بنين. ومع انا ما كناكلش حلاوه ديال الكاوكاو، ولكن هذه ما زعما زوينه. ها انتم من بعد ما دخلت هذاك السكر في الزبده، غادي نزيد هنا الزيت اللي قلنا هي 170 ملي ولا 170 غرام في نفس العبار. كتدخلي الزيت مع السكر وسنيده حتى يذوب، تيتساجموا ويوليو بحال البوماد. مزيان نخدمهم مزيان. انا الحلوه كتعجبني نخدمها بيديا، هكا كنقيس وكنعرف العجينه وكتلمسي كتحسي انك كتصايبي الحلوى. صافي بحال هكا غادي نستمر البنات حتى ندخل هذيك الزيت مزيان مع الزبده والسكر. هنايا غادي ندير البنات قبيصه ديال الملح، ما تنساوش حيت الملحه زوينه كتصحح لينا الذوق. انا نسيت ما درتهاش في الاول، المهم ما عليناش ديروا مليحه حيت المليحه كتجي زوينه مع الكاوكاو. بالنسبه للكاوكاو البنات راه بلا قشره. انا الكاوكاو اللي شريت هذاك شريته بلا قشره، حمرته مزيان في الفران وهذا وطحنته. شتو راه الكاوكاو مطحون مزيان، والجنجان حتى هو كتصهديه كتحيدو منه داك الندى صافي، طحنيهم شويه وكتخلطي بهم. هنايا انت ضفنا البنات النواشف هما الاولين باش تنشوفوا شحال غادي قدنا ديال الطحين. ساهله يا البنات، هذا الشيء غير اللي عندكم في الدار غديروا بها. بالنسبه للبنات واحد لاستيوس اللي ما عندهاش الكاوكاو، اللي قالت لك ما عنديش الكاوكاو وباغا تجربها بالكاوكاو، تستعمل البينا بارر، هذيك زبده الفول السوداني اللي كتكون كتباع في المتاجر. بعوض ما يقول لك الكاوكاو نطحن وهذا، شري هذيك جاهزه وديريها بها وصدقيني يا البنات، صدقيني كتجي فيها غزاله. يعني ما كتخيريهاش على سميتو. غير هو ملي غديري هذيك ديال الزنقه ما ديريش الملحه، حيت ديال الزنقه كتكون مالحه. هنا عندي 400 و 400 غرام هنا ديال الطحين. غادي ندير شويه بشويه وغادي نشوف كيفاش كتشرب ال السوائل. هنا ضفت البنات معلقه د الخميره، انا يعني ساشي. انا ديك المعلقه كنعبر بها ساشي، حيت انا ما كنلقاش تاع الساشيات، كنشري الحك. داكشي علاش كندير ديما معلقه، وبغيت جوج ساشيات كندير جوج معلقات. هنا درت غير ساشي واحد. المهم انا غندخل هاد 400، انا هاد 400 غرام كامله ما جمعتش ليا العجينه. زدت مازال 50 غرام، يعني انا زدت لي 450 غرام البنات. راه الطحين كيتشرب على حساب، ماشي كاع الطحينات بحال. شفتوا في الاول ها انت راه جاتني جاريه وعادي نزيد ليها الطحين. بالنسبه اش كيقولوا ليه، كي قلت لكم لا درتو هذيك بينا بارد ما تزيدوش الملحه، حيت هذيك كتكون مالحه شويه. داكشي علاش، ولكن راه صدقوني كتجي غزاله غزاله. بالنسبه ملي تكونوا كتخدموا البنات بحال هكا، خدموا بحال الصابلي، غير دخلوا الطحين وصافي. يعني ماشي تعجنوا وتفركوا، غير دخلي الطحين في رؤوس الاصابع ديالك صافي حتى تشوفيها. غادي تبداي تجربيها بيدك، الا بدات كتجمع عرفي صافي راه بارك عليها. يعني تبارك الله تبارك الله كتخرج بزاف وسهله في الخدمه ديالها. يعني ما كتعجن، ما كتقصاح، ما حتى شي حاجه. يعني هي اسهل حلوه، يعني توجديها في رمشه عين، دغيا دغيا. اللي بغات دير نص تاع المقادير دير، لا بغات تجرب ديما او ديما البنات لا بغيتو تجربوا اي حلوه جربوا ديما بنص المقادير وشوفوا. ولكن صدقوني كتجي غزاله غزاله. هنا بالنسبه كي قلت لكم السكر، اللي بغات تنقص حيت مازال غدير في سكر كلاصي. غادي تزاد ليها الحلاوه. هانتوما البنات شفتوا غير كتشوفوها كتجمع. هانتوما العجينه تبارك الله راه جات هي هذيك. صافي هنايا غادي نحضر لاطه ديالي
وغادي نبدا نشكلها على شكل هلاليات. ها انتم كديروا اصابع، ديرهم ما ديرهمش كبار بزاف البنات حيت فيهم الخميره، ديرهم غير متوسطين. يعني ها انتم البنات شوفوا القياس انا اللي درت. صافي كتخدميها فوق يدك وكتستفيها في اللاطه، وغادي نستمر بهذه الطريقه. هانتوما البنات راه عجينتها ما شاء الله غزاله، يعني ما كتمحل ما كتعذب. بغيتي ديرهم هلاليات، بغيتي ديرهم اصابع وديري لهم شكلاط في الجناب، بغيتي اللي المهم نتيا، ولا بغيتي غير ديريهم غريبات صغار. المهم انا كتعجبني هكا، كتعجبني. يعني هذه راه قديمه، هاد الحلويه البنات راه كنا كنديرو فاش كنا صغارين. هذه قديمه وغزاله يعني فنه فنه. المهم كاع انا غادي نستمر معكم بهذه الطريقه. نتوما يعني ساهله وحتى كتشكل معكم بسهوله، داكشي باش كتعجبني انا. ما كتعذبنيش تقولي لا غتصدق ولا ما غتصدق، كتجي ساهله مهله، يعني ما كتمحنيش معاها راسك. صافي غادي نعمر البنات اللاطات ديالي. راه تقريبا راه عمرت لي 3 اللاطات ما شاء الله، راه كتعطي كميه كبيره. يعني اللي بغيتي غديريها وتبقاي تعطيها للدراري يديوها معاهم المدرسه، كتجي زوينه. شتو انا قربت لكم كاع وشوفوا، يعني راه فيها راه داك الكاوكاوط القلمه الزيت ديالو. ها انتم البنات، ها هي غادي ندخلها دابا الفران. من بعد ما ساليت لاطه الاولى غندخلها الفران البنات على 350. غير الذهب معكم اون فوا تقيسيها، عارفيها الذهبات. ها انتم البنات شتو راه هنا سخونه، غنخليها تبرد تماما. غير الذهب غير تقيسيها تشوفيها انها نشفات. صافي ها انتم هنا من بعد ما خرجتها، ها انتم البنات راه مذهبه. وشوفوا اللاطه اللي عندي خفيفه، شوفوا هاد اللاطه اللي عندي خفيفه راه تخطفت لي شويه، هي ما محروقاش ولكن زاد في التحميره. يعني الا بغيتيها في هاد اللون، ها هو بغيتيها في اللون ديال هكا مذهب، انا هذا المذهب جاني زوين. يعني هذيك اللاطه شويه رقيقه، يعني راه البنات من با يعني شنقول لكم 15 حتى ل 20 دقيقه راه دغيا كتنشف، حيت ما فيهاش شي حاجه بزاف. صافي هنايا السكر كلاصي البنات، انا اللي نسيت هنا السكر كلاصي ما درتش ليه، داروا ليه معلقه ديال النشا البنات. هنايا درت غير سكر كلاصي عادي غربلته وبديت كنلوح الحليوات ديالي. كنهدرها من بعد ما بردت البنات مزيان، ما تخليوها ما ديروهاش سخونه غتفرتت لكم، راه هي كتلصق غير تقريبا. هذه تقريبا دايره بحال البهله، عرفتي ملي كتبداو تخدموا البهله تقريبا بحال هكاك. راه ديجا البنات خدمت معاكم البهله، راه غادي تلقاوها في الفيديوهات. هنايا صافي بديت كنحط بليا هكا. شتو بداو يعني كديري لها غير شويه سكر كلاصي وكتهزيها، راه تبارك الله راه يعني كتدي كتهز السكر. صافي شويه ولكن راه من بعد ملي كان الحال سخون راه كتشربوا، راه كتبقى تشربي باش ما درتي لها السكر كدير. هاي ديك لاستيس انا كدير ليه معلقه نشا البنات ما كيتحيدش لكم من الحلوه، كيبقى لاصق في الحلوه. انايا نسيتها ما درتهاش وشتو بطلت تحيد ليا شويه من الفوق، ولكن معليش راه المهم هو البنه. الزبق زوقوا كيف بغيتو. هانتوما البنات راه ما شاء الله ما شاء الله جات غزاله. انا نتوما نشد غير وحده في يديا، هانتوما غنشد غير في يديا غادي تفرتت ليا. يعني راه تبارك الله خفيفه كتذوب في الفم. هانتوما البنات شتو في البلاصه هذه غير شديتها وخدت بنتي كلاتها. المهم كنتمنى الفيديو اليوم يعجبكم، وان شاء الله نتلاقاو في فيديو جديد. السلام عليكم.